جربتي قبل كده تعملي الفرخة مشوية من غير فرن ولا شواية ولا حتى نقطة زيت؟ النهاردة هنعمل فرخة كاملة متبلة صح، وهنشويها في الكيس الحراري من غير نقطة زيت ومن غير ما تنشف او تتحرق، والطعم بتاعها خرافي والريحة جايبة لآخر الشارع. وفي عندنا تكة صغيرة هنعملها مع بعض. مكوناتنا: طماطم، فلفل، ليمون، بصل، وتوم، في قرن فلفل حامي كده اللي عايزه يعني. ضربتهم في الكبة مع بعض كلهم وفضيتهم هنا في الطبق. وعندي الفرخة مغسولة ونقعتها في محلول النقع لمدة ساعة. بعد كده طلعتها شطفتها. البهارات بتاعتي: ملح وفلفل، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، جنزبيل، كاري، معلقة صغيرة كاري، وربع معلقة زعتر. قلبتهم مع بعض، وفي معلقة صغيرة كده سكر. قلبتهم كويس جدا مع بعض بالشكل ده. الفرخة بتاعتنا طبعا قلنا مغسولة ومتصفية كويس جدا عشان المية ما تخليش فيها زفارة كده اما نحطها في التتبيلة بتاعتها. جبت الفرخة اهي، حطيتها في التتبيلة. بدلكتها كده من بره وجوه، وشلت الجلد ده خالص، وعملت بين الجلد واللحم كده، حطيت من التتبيلة فيها. الفرخة لازم تتدلك كلها كويس بالتتبيلة، والتتبيلة تخش فيها كلها. الصدر ده كمان انا فتحته كده بالسكينة، وبرضه هحط فيه من التتبيلة ديت. قلبت الفرخة تبلتها كويس جدا جدا. لازم الفرخة تتبل من كل حتة فيها ومن كل مكان فيها، ولازم التتبيلة توصلها كلها. الدبابيس برضو انا مفتحاها بس من تحت الجلد كده بالسكينة اهو يا حبايبي. بفرجكم اهي، انا مفتحه الصدر كده بسيب الجلد عشان الجلد يبقى سليم ويبقى شكله حلو. وبحط التتبيله هي في اللحمه بتاعه الصدر نفسها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. وكده تبلت فرختنا. احطها بقى في التلاجة اهو. ده كيس الحراري اهو، احط فيه رشه دقيق علشان الفرخه ما تلزقش فيه. رشه الدقيق دي مهمه جدا. بعد كده هحط الفرخه في الكيس الحراري، وهربطها كده واقفله. هقفل الكيس الحراري احطه في الثلاجة لمدة ساعتين 3 ساعات. ممكن تعمليه من بالليل للصبح. انا بالنسبة لي الوقت كان ضيق فحطيتها لمدة ساعتين من غير ما افتح الكيس او اعمل فيه اي فتح، وهو سليم كده. تتحط الاول في الثلاجة. ده نزلت كده بباقي التتبيلة على وش الفرخة من فوق. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ودي القطعه المعدن كده بتبقى معاه زي بلاستيك، زي بتقفل كده الكيس. هي بتيجي مع الاكياس الحراريه ديت. حتى لو عجبك الفيديو ما تنسانيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليوصلك كل جديد، واكتبي تعليق جميل منك بالصلاه والسلام على سيدنا محمد. كده خلاص حطيت الفرخه في الصينيه دي. الصينيه اللي هسويها فيها، بس انا هوديها التلاجة كده لمده ساعتين، وبعد كده هطلعها هسويها في نفس الصينيه. خلاص كده طلعتها، وبدات افتح الكيس كده بسن السكينه فتح صغيره علشان يطلع البخار والكيس ما يفرقعش مننا واحنا بنسوي الفرخه. حطيت كوبايه ميه كده تحت الفرخه في الصينيه عشان بس الصينيه ما تتحرقش مننا بالشكل ده كده. وهحط معاها بقى لورا وقرفة خشب، زعتر، ليمون، اي منكهات من المنكهات دي. انا هعملها في الحله بديل الفرن على البوتاجاز، وبغطي عليها اهو. اول ما تبدا تغلي هحط بقى المنكهات بتاعتي والاعشاب العطريه اللي انا هحطها. ده لورا، قرفه، وزعتر، وروزماري، اي حاجه موجوده عندك حطيها. وده ليمون
ليمونه كده قطعتها على 4، برضو بتدي طعم كده ونكهه حلوه وريحه. الفرخه دي خلاص اهي، بعد فتره، بعد نص ساعه بالظبط دخلت في السوا. الفرخه خلاص ابتدت تنزل الميه بتاعتها هي زي قدامنا زي ما انتم شايفين. وده الفرخه خلصت، بسم الله ما شاء الله. لحمتها بيضه وجميله ومستويه ودايبه دايبه كده دوب، ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ودي كانت وصفتنا النهارده بمنتهى السهوله، من غير زيت، من غير فرن، من غير اي تكلفة.